خطة للتداوي في يوم عرفة. انت عايزك تسمع الفيديو ده وتركز وتحفظ الفيديو ده عندك وتشيره بقدر الاستطاعة، لانك هتكون سبب في رفع الاذى عن كثير من الناس. خطة للشفاء من السحر او اي مرض روحاني في يوم عرفة. طبعا احنا بنذكر دايما للتعافي وللشفاء وللتداوي من الإصابة الروحانية لازم يكون عندك ثقة ويقين في الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن هو الشفاء، لأن القرآن فيه شفاء للناس. طيب أنا هنعمل إيه يوم عرفة؟ هنعمل برنامج من النهاردة وهنسجله النهاردة عندنا وهكتبه في ورقة عشان أنفذه من ليلة عرفة اللي هي ليلة بكرة إن شاء الله، اللي هو اليوم اللي بعدها هيكون يوم عرفة. ستنوى قبل يوم عرفة بيوم، اللي هو الليلة اللي قبل عرفة بيوم، أنك ستصوم يوم عرفة. تمام؟ يبقى احنا عندنا رقم 1 صيام يوم عرفة، قيام ليلة يوم عرفة، القيام بنية الشفاء والصيام بنية التعافي، إخراج صدقة في يوم عرفة، صلة الرحم في يوم عرفة، قراءة وسماع الرقية الشرعية صباحا ومساء في يوم عرفة. والرقية الشرعية لازم يكون في ايه؟ بنية الاستشفاء. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الرقية الشرعية لها اكثر من نية، هناك من يسمع الرقية الشرعية للتشافي، وهناك من يسمعها للاستمتاع بالرقية، وهناك من يسمعها للحفظ، وهناك من يسمعها للعلم. لا، انت هتسمعها للشفاء. ده هتعملوا ايه؟ يوم عرفة. بالنسبة للرجال الحفاظ على صلاة الجماعة 5 فرائض في يوم عرفة. بالنسبة للنساء الصلاة في بيتها، وذاك أفضل حتى لو في مصلى في المسجد، يعني زي ما هي عايز تصلي في المسجد ماشي، تصلي في البيت ماشي، تمام. ولكن الصلاة على وقتها بالنسبة للنساء، والصلاة الجماعة في المسجد بالنسبة للرجال. طبعا قيام الليل والصيام وإخراج صدقة وصلة الأرحام وصلاة الجماعة، كثرة الدعاء وتحري ساعة الإجابة. يعني احنا هناخد من بعد العصر لحد أذان المغرب ما بين استغفارا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب عبده اللحوح في الدعاء. تلح على الله كثيرا في الدعاء، ولا تبخلوا على الفقراء والمساكين بصدقاتكم. أنا مش عايزك تطلع أقل قيمة نقدية موجودة، أنت بتطلب الشفاء من رب الشفاء، فما تطلعش أقل قيمة نقدية موجودة، لا، طلع ما يمليه عليك ضميرك. اللي انت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى الشفاء بيه طلعه في يوم عرفة بنية أن الله يشفيك. وخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فانت ده البرنامج اللي انت هتعمله. وما تنساش الرقية الشرعية صباحا ومساء، قراءة وسماع. والسماع عايزك تسترخي كده وتحط سماعات الأذن وتستشعر الرقية الشرعية، والقراءة تقرأ آيات الرقية الشرعية بتدبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.